قصة رضا محمد متولي. مين رضا محمد متولي؟ وايه قصته؟ وايه الفجور اللي في القصة؟ قبل ما نحكي ونقول اي حاجة بنصلي على اشرف الخلق اجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشرقية مركز دير بنجم. الشرقية مركز دير بنجم. ولد اسمه رضا. رضا ده نشأ ما بين يعني أب وأم لحد ما بقى عنده 17 سنة، وبيفاجأ بإن أبوه وأمه ما طلعوش أبوه وأمه. أمال إيه؟ ده طلع سيده وسته. يعني إيه؟ طلع أبوه وأمه أخوه، أبوه أخوه، وأمه وأبوه جدوده. يعني ايه؟ يعني عاش 17 سنة فاهم ان ابوه ده الحاج محمد متولي وزوجته السيدة الفاضلة دول ابوه وامه، واشرف ده اخوه. اتربى على كده وكبر على كده وعارف ان اشرف اخوه الدنيا تمام، لحد ما وصل ل 17 سنة وقالوا له الحقيقة، اصل هياخد من الميراث. حقيقة ايه؟ الحقيقة ان اشرف اخوه زمان من 17 سنة ولا 18 سنة غلط غلطة قبل الجواز. غلط مع واحدة، بس الواحدة دي حملت، فما عرفتش ان هي حامل الا بعد 4 شهور من الحمل ده، فبقى مش هينفع تنزله لانه خطر على حياتها، وبالتالي كانت مجبرة ان هي تكمل الحمل ده. طب وبعدين؟ طب بالنسبة لمصير الطفل ده هيكون ايه؟ طب الدنيا هتمشي ازاي؟ طبعا اهل الام واهل الاب حصل خناقه ما بينهم وحاجات كتيره ما بينهم في تراشقات انتهت بمحضر في الشرطه عشان يتم التنازل. الاستاذ اشرف عمل كتب كتابه على السيده اللي هو غلط معاها اللي هي ام الولد، وطلقها في نفس اليوم عشان يكون معاها يعني عقد زواج وطلاق، علشان ان هي اصبحت مدام، وعلشان ان الطفل اللي هيجي ده يبقى معروف ابوه وامه. لكن اللي حصل ان الطفل ده بعد ما اتولد امه رفضته، قالت انا مش هشيل الولد ده، انا هتجوز واشوف حالي. ابوه قال انا ماليش دعوه، انا هشيل بلوى وهربيه منين واعمل ايه؟ كانوا صغيرين. خلص الموضوع ان ابو اشرف اللي هو غلط، اللي هو المفروض سيد رضا وسته، قالوا خلاص احنا هناخدوه نربوه. طب انتوا خدتوه ربيتوه هتكتبوه باسمكم؟ المفروض. اكتشفنا في الاخر ان رضا ده ما انكتبش باسم حد لحد النهارده وهو عنده 17 سنه. امال دخل مدرسه ازاي؟ ما هو ما دخلش. دخلت ازاي يا رضا؟ رحت المدرسه ازاي؟ ما انا ما رحتش. بتعرف تقرا وتكتب؟ لا ما بعرفش. طب ليك اخوات دخلوا؟ اخواتي كلهم دخلوا لكن انا ما دخلتش. امال ايه القصه؟ القصه ان لما جم قعدوا يتكلموا في ميراث قالوا انك هتاخد من جدي، من ابويا اللي هو المفروض جدي، هتاخد منه كذا وكذا. فلقيت اخويا اللي هو اشرف اخويا اللي المفروض انا عارف ان هو اخويا، قال لا انت لا ابننا ولا نعرفك، انت لا ابننا ولا نعرفك. فاكتشفت ان اشرف اللي غلط الغلطه زمان، اللي هو المفروض يكون ابويا ورفض ياخدني، وجدي اللي هو ابوه وامه خدوه، اكتشفت ان اخويا طلع ابويا. تخيل. وامي مش امي، ولا ابويا اللي هو الحاج محمد متولي ابويا، لان ده جدي. اكتشفت ان اللي انا عايش عندهم ده جدي وجدتي مش ابويا وامي. واكتشفت ان ابويا الاصلي اللي غلط فيا هو اخويا اشرف. رضا يا ساده اصبح ضحيه لعلاقه قذره ما بين شاب وفتاه من 18 سنه. شاب وفتاه من 18 سنه غلطوا غلطه، وعلشان يتداوى هذه الغلطه قال لك خلاص هكتب عليها واطلقها.
كتب عليها وطلعها. طب مين اللي هيشيل الطفل؟ لا، الطفل خده سيده وسته عشان يربوه، خلاص بدل ما فيش حد هيربيه. طب ما كتبتوش ليه؟ لا، ما احنا ما كناش فاضيين. طب ايه القصه وايه الحكايه بالتفاصيل؟ هيرويها لكم رضا بنفسه، صاحب الواقعه بنفسه، هيقول لكم اللي حصل بالتفاصيل. اسمع معايا وشوف معايا يا رضا هيقول لك ايه. عندي والدي مش معترف بيه ان انا ابنه اصلا. مش معترف بيه ان انا ابنه، مش عاوز يثبتني خالص. مش عاوز يثبتني ان هو كان غلط غلطه هو وامي قبل ما يتجوزوا يعني. يعني هم غلطوا الغلطه قبل ما يتجوزوا، وبعد كده انا لما امي حملت فيا وانولدت حصل خلاف بين عيله امي وعيله ابويا. اجا قال له يا تكتب عليها يا تدينا في محبوس. كتب عليها وراح جاي مطلقها في نفس الوقت كده، راح جاي مطلقها. فقال له مضى ان انا ابنه، واعترف ان هو اللي غلط الغلطه، وهو اللي من وسط الجماعه اللي كانوا موجودين معهم غيره ان هو المتسبب في الولد. يعني اعترف ان انا ابنه ومضى. كانتني قاعد حدا 17 سنه، وبعد 17 سنه جاي يقول لي انت مش ابني ولا اعرفك. كنت مسكين معاه في نفس المكان؟ هو مع جدتك وجدتك؟ ما هو البيت في مكان واحد. بس انا كانوا مفهمين ان جدتي وجدي ابويا وامي. تاني معلش بالظبط عشان نفهم. كانوا مفهميني ان جدتي وجدي هم اهلي، ابويا وامي، وابويا اخويا. يعني هم كانوا بيقولوا ان ابوك وجدتك ابوك وامك. انا كده انت كنت عايش معاهم؟ تمام. ابن مين يا ابني؟ انا ابن الحاج محمد عبد المتولي، ده اللي انا كنت اعرفه. جيت بقى كلام الناس الجيران بقى ابوك اشرف، ابويا اشرف مني، ولاد اشرف ده اخويا. دماغي بدات تتلخبط. الموضوع كبر خالص في دماغي. فانا سالت جدتي اللي هي كانت مني هي امي، الناس بتقول كذا كذا يا ماما، سيبك منهم ده بيضحكوا عليك يعني ايه. فانا استغربت شويه، قلت لها يعني انت هتصرحيني ولا اطلع اعمل فضاحه في الشارع خلي الناس كلها تقول لي؟ قالت لا واحد حصل يا ابني 1 2 3 وامك غلطت الغلطه مع كذا واحد واتهمتها في ده في اشرف اللي هو ابويا يعني. فهو طبعا مش ابوك وما نقدرش نثبتك عليه، لان حرام ان واحد يكتب حد باسمه. فقلت لها طب انتم قاعدين معاكم ال 17 سنه دول ليه؟ قالوا بنعملها لله. قلت لهم ما انتوا بتعملها لله كنت كملوها بقى للاخر واثبتوني. انت مش ابني واحنا خدناك لله ومش رضينا نرميك على باب جاي. وقلت لها كنت ترموني. كان اولاد الحلال كتير هياخدوني ويكتبوني. في ناس كتير ما بتخلفش بتتمنى ضفر عيل من الدنيا. قالت معلش بقى اللي حصل لما يجي من الشغل ابويا ما كانش يعرف ان انا عرفت الحقيقه لسه. قلت له انت ما بتثبتنيش ليه؟ ما بتثبتنيش ايه يا ابني قبل ما يتجوز بقى؟ مش بتثبتني ليه؟ انت ابويا وانا رحت لامي والكلام اللي الناس كلها قالته انا عرفت كل حاجه ان انت ابويا، وغلطت مع امي قبل كده واتجوزتها في دار صبري وعرفت كل حاجه من الناس. انت مش بتثبتني ليه؟ اولا انا مش ابوك، واسال امك، روح لامك اسالها شوف مين فينا احنا السبعه كان ابوك فينا. يعني شوف مين فينا احنا الكل السبعه كان ابوك. اسال امك. فرحت لامي سالتها امي الحقيقيه يا ماما الراجل ده بيقول كذا كذا وهو مش ابويا، انت متاكده ان هو ابويا؟ قالت ايوه انا متاكده ان هو ابويا. قلت لها طب هو طاردني دلوقتي عاوز انام بقى، عاوز انام، شوف لي اي حته انام فيها، خدي بيتنا عندك. قاعده ماسكه السكينه وانت ما مشيتش في هنا هدبها في بطنك. يعني حاولت تعتدي عليك برضه؟ حاولت تعتدي عليا، وابويا برضه بنفس النظام حاول يعتدي عليا برضه. وكسر لي دراع قبل كده لما بقول له انت مش عاوز تثبت لي، راح جاي كسر لي دراع. خبطني بخشبه تخينه كسر لي دراع فيها. فانا سبته ومشيت هربت. كلام الناس كل مره يا ابني مش بتثبته ليه؟ طب مش بتثبته على اسمك ليه؟ طب كل تناحه كده راح جاي رادد انا مش عارف مين فينا ابوه، ما احنا كنا سبعه. المفروض ان والدك مش معترف بيك اب، والدتك نفسها اللي هي والدتك ازاي مش محتضنه بيك وتدور عليك مع انك انت من بطنها؟ دي يعني بعد ما طلعت من ابويا اتجوزت واحد تاني. خلفت منه 3 اولاد. فهي خايفه ان جوزها يعرف الماضي بتاعها لان ما يطلقهاش وتتشرد بال3 اولاد بتاعته اللي معاها.
والدتها عايشه؟ والدتها عايشه ووالدها عايش واخواتها كلهم موجودين، هم ناس عرب اصلا فهم كتير كده اخواتها لهم؟ هم برضو بيعتدوا عليا كتير يعني هم رامين خالص خالص، يعني مش عايزينك خالص؟ مش عاوزين لا عيله الاب ولا عيله الام عاوزين يشوفوك خالص. ما التجأتش للشرطه؟ هو الشرطه برضو عندنا ما يقدرش يعملوا حاجه لما يكون معاك يا اما بطاقتك شهاده ميلادك او معاك واحد كبير، طبعا انت مجهول من ده كله. انت كنت في نفس الوقت في 17 سنه اللي انت كنت عايش فيهم كنت قاعد مع ناس، اكيد هيتخذ فيه اجراء ضد الكلام ده، هيعرف مين الناس ومين في تحليل دي ان يا ابني في الكلام ده، في تحليلات بتثبت ان انت في رايك سؤالي ليك كده انت تحليل دي بوبا ايه؟ ده تحليل بيثبت مين ابوك. بوبا ايه التحليل دي بتاخد ايه؟ باخده ايه؟ باخد عينه منك وعينه من والدك وعينه من امك. انت دلوقتي هو خدني ورحنا على القاهره تمام. ابويا وعملنا خد لي تحليل لعاب من بوجي مني انا بس. مين اللي عمل كده؟ ابويا مني انا بس. يعني انا طلعت بره وشفته بيدفع فلوس بس ما شفتهمش خدوا منه هو تحليله ولا من امي تحليله. فانا طبعا ده انا ما خلينيش اشكك في الموضوع ان هو ابويا، ان انا مصدق ان هو ابويا اصلا، لانه عمال يحرض الناس عليا وده حرام وده وتهجم على مراتي اللي هو متجوزها حاليا وهياخد اولادي يخطفهم يعمل فيهم حاجه وعمال يقول كلام شين ويحرض اهل البلد عليا. فانا ما بنزلش البلد خالص حاليا ولا الناس اللي انا شغال معاهم بروح لهم. من بلد فين؟ العصايد ديار بنيشه. العصايد؟ يعني انت بقالك 17 سنه عايش في العصايد؟ عادي. يعني العصايد يعني ليك زملاء في العصايد وليك اصحاب ومروحش مدرسه؟ لا. طب الناس في المنطقه اللي انت كنت قاعد فيها يعرفوا ان انت مين؟ يعرفوا ان انت ابن اشرف اللي هو ابويا. يعرفوا ان انت ابن اشرف؟ طيب بناء على كده يعني مفيش حد قدر من اهل البلده اللي انت قاعد فيها انه يتخذ اجراء قانوني؟ ما حدش يقدر يعمل معاه حاجه، لان عيلتنا عند العيله بتاعت ابويا وامي صعبين، ناس كبار يعني، ومحدش قدر عليهم في البلد من الاخر. حتى عمده البلد والشيخ البلد مش قادرين عليهم، مش لايحينهم ان هو يثبت الولد. يقول لك يا عم ده مش ابني انا مش عاوزه، خدوا ارموه في الاحداث. بعد 17 سنه؟ بعد 17 سنه يقول لك انت مش ابني وارميني في الشارع. هو يعني انا الشغل بتاعي كمني سيبته، فالفلوس اللي كنت واخدها من اخر اسبوع شغال فيها بصرف على نفسي منها. بعدين بنام في الجامع وتحت السلم ماشي عادي. انت اي شغل بتروح تشتغل فيه وما تلاقوش منك شهاده ميلاد، مش حاسس ان الموقف اللي انت فيه ده اهو بيأثر على اكل عيشه نفسه؟ يعني باي مصنع النهارده بيعوز بيعوز شهاده ميلاد، بيعوز بطاقه، بيعوز بيعوز ده كله. يعني يعتبر انت كل فتره لما بتلاقي حد واقف عليك في الشغل يعني ممكن مثلا اروح حدا واحد بتاع سوبر ماركت اشتغل معاه. دي الحاله الوحيده اللي ما بلاقيش فيها واحد صنايعي يعلمني معاه. دي الحالات اللي انت ما تلاقيش فيها الكلام ده. طب انت حاليا شغال ايه يا حبيبي؟ انا كنت شغال منجد بس يعني كمني لما جيت لكم هنا سبت الجماعه خالص عشان مش يحصل لهم مشاكل هناك من ناحيه عيله ابويا. سبتهم خالص بقى اكتر من اسبوع دلوقتي. يعني وعايش فين؟ يعني هو البلد اللي انا كنت فيها في بلد جنبها بنام فيها، يعني ممكن انام في المسجد، الراجل سيب لي المسجد مفتوح بنام فيه عادي، عارف القصه، وممكن انام تحت مدخل بيتي هناك ما في فرشه بنام عليها عادي. طب بتاخد تشرب ازاي؟ ما يعني الفلوس اللي موجوده معايا بصرف منها، وممكن واحد يجي يديني فلوس عادي بصرف منها. بعد 17 سنه يعني ما في سؤال، 17 سنه وجايين النهارده يرموه، ايه اللي سكتهم طول الفتره دي طول ال 17 سنه؟ مش عاوزين الناس يعني ايه تعرف فضيحتهم اكتر ما هم مفضحين اكتر من كده. انت عندك في حاجه حاسس انك حاجه خلت ابوك ياخد القرار، تاخد القرار يعني تفرق منك حاجه؟ امي مش متطلقه وسببها عيب. هي متطلقه، هم غلطوا الغلطه والجوازه طلقها ومشي في حاله وهو في حاله. على ثباتك. هو بقى زهق. ايه اللي انت بتتمناه لك انت كمان؟ انا بتمنى بس ان انا الناس تقف جنبي بس ويبقى معايا شهاده ميلاد او بطاقه او مكان بس انام فيه. بتمشي طبعا المسؤولين. انا جالي تهديدات من ابويا قبل كده وهقتلك وهموتك، وانا كنت بخاف انزل البلد عندنا اصلا. يعني ممكن يعملها عشان خاطر يفتح القصه؟ عشان ممكن يعملها اهو. سمعنا مع بعض كلنا رضا وهو بيحكي قصته كامله واللي حصل له من جده وجدته اللي المفروض كان فاهم ان هو ابوه وامه، ومن اخوه اشرف اللي هو طلع في الاخر ان هو ابوه وبيتبرى منه، وان الناس كلها في محيط عيلته بيتبروا منه لانه ابن حرام. ودلوقتي رضا زي ما قال بالظبط بينام، طبعا ساب البلد ومشي، وبينام في المساجد
وبينام تحت السلالم وتحت الكباري، مش لاقي له مكان يروح، وبينادي الحقوني انا ماليش اب ولا ليا ام، ورغم ان هم قدامي وانا عارفهم لكن متبريين مني. كان في شاهده طبعا لما ساب رضا البلد وراح بلد تانية، في شاهده يعني ست محترمه صعب عليها رضا، قالت له تعالى انت مالك عامل كده ليه وشايفاك بتبات في الجامع وكده، مرضاش يحكي لها، لكن بعد ما اديته الامان حكى لها رضا كل حاجه، والست عملت معاه حاجه محترمه. اسمع الست قالت ايه وارجع لكم تاني. أنا مع حضرتك ندى جمال، بقدم في معهد معاونين الأمن. فعلى طول في البلد رايحة جاية بخلص ورق وبخلص حاجات، فلقيت رضا قاعد جنب، على كم مرة أشوفه مثلا جنب المركز جنب المعصرة هنا جنبينا، لا فعلى طول بشوفه، فاللي هو أحس إن هو قاعد مكسور كده بيعيط. فجيت النهارده بسأله فبقول له في إيه يا حبيبي أنت قاعد ليه؟ أنت قاعد ليه كده؟ فبيقول لي مفيش. فالمهم من هنا لقينا فضلت أتحايل عليه لغاية لما اديته الثقة إن هو يحكي لي في إيه. فقال لي أنا قاعد هنا عشان مامتي حصل، احكي اللي هو احكي عادي، مامته وباباه غلطوا مع بعض وهم كانوا لسه صغيرين وراحوا المركز، ولما راحوا المركز باباه كتب على امه، فلما باباه كتب على امه اللي هو في نفس اليوم بيقول لي طلقها. طب ايه حالتك ولا ايه ظروفك ولا ايه دنيتك؟ قال لي هم راميني، واللي هو هم راميني اصلا مش عايزيني ومش عايزين يثبتوني. انا استغربت من الحاله، هو مش حكى لي الا بعد فتره، بعد ما انا فضلت تعاطفت معاه. تعاطفت معاه يعني كان انسانيا. انا قلت له انا زي اختك، انا مش رضيت ان يعني هو ما كانش راضي يحكي لي عن حاجه الا لما قلت له انا اعتبرني اختك وانا اللي اقدر عليها اساعدك. وبعدين هو شاب زي يعني هو زي السكر عسوله طبعا، فاللي هو 100,000 حد يتمناه بامانه يعني. فانا مستغربه ان هي ليه بتعمل كده، هو ليه ابوه واهله بيعملوا فيه كده؟ طبعا هم بدهم يجروا غلطه، هم عايزين فضايح، بس بالوضع ده الفضايح انكشفت. ايوه طبعا. طب ليه انا هو اللي ملهوش ذنب، هو ملهوش ذنب ان هم يعملوا فيه كده. طب بص حضرتك، نرجع لك تاني يا رضا، قول لنا اللي احنا بنقول نفسك فيه بالظبط، عشان ربما يكون احد المسؤولين، احد الساده المحترمين، اي حد من اهل الخير يشوف حالتك يتبناك ويشوف لك اي حل لموضوعك. انا نفسي بس يبقى عندي شهاده ميلاد وبطاقه او مكان بس حتى انام فيه، او ممكن بس ابويا بس يثبتني ومش عاوز منه حاجه خالص. هو خايف مني ان انا اسيبه وامشي في يوم من الايام، ان هو بيقول لي انت هتورث مني، قلت له يا عم انا مش عاوز حاجه منك خالص، اعملها لاولادك التانيين وانا مش عاوز حاجه. فهو طبعا معترض ان هو يثبتني خالص. ادي كلام الست يا ساده، هو ده كلام الست واللي حصل مع رضا. وفي الختام رضا بيقول لك انا نفسي في ايه؟ الراجل عايز ورقه، عايز يتسجل باسم حد، كل دنيته انه يتسجل ويبقى عارف ويكون معاه بطاقه عشان يعرف حتى يشتغل. الراجل بيقول لك انا ما بشتغلش غير يا اما في سوبر ماركت يا اما في حاجات اللي هي ما بتطلبش ورق، وعايز مكان يقعد فيه. ابن حرام طلع عشان اب وام ما يعرفوش ربنا وغلطوا غلطه، واشرف اللي هو ابوه المفروض اللي كان اخوه فاهم ان علاج قصه طفل بتتلخص في انه يكتب كتابه على الست ويطلعها في نفس اليوم. شفتوا الكارثه؟ شفتوا الفضيحه؟ شفتم العلاقات اللي احنا كلنا بنحذر منها بتؤدي الى ايه؟ ذنبه ايه؟ ذنبه ايه رضا لما يكون في الموقف ده؟ هو ملوش، هو ضحيه ملوش اي ذنب. ذنبه ايه؟ ذنبه ايه ان هو لا ليه اب مكتوب بيه ولا ليه ام ومنبوذ من كل الناس؟ اصل هو غلطه. فلازم يا جماعه ناخد بالنا، لازم نحط العواقب وتشوف العواقب قدام عينيك قبل ما تجرؤ على فعل خطيئة. حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد بيغلط وبيتسبب في أذى لأي حد. دي كانت قصتنا النهارده.